الفنان المغربي مصطفى سوليت يتعرض لحادثة مروعة وسط الشارع بمدينة الحسيمة، فماذا حدث له بالضبط؟ اهتز الشارع المغربي يوم أمس الثلاثاء على وقع حادثة أليمة ومؤسفة، بعدما أقدم أحد الأشخاص على إضرام النار في جسد الفنان الموسيقي مصطفى سوليت الذي يعاني من مشاكل صحية وسط الشارع العام. فما الدافع وراء الجريمة؟ حول تفاصيل القضية، فإن المشتبه فيه كان يتحدث مع الفنان بشكل عادي داخل أحد المقاهي بالمدينة، قبل أن يفاجئه بسكب مادة قابلة للاشتعال عليه، ثم قام بجره وسط الشارع ويشعل فيه النار، ما تسبب في اندلاع ألسنة اللهب بسرعة وسط ذهول وصدمة المارة الذين قاموا بإنقاذه من موت محقق. هذا وتمكنت عناصر الأمن من توقيف المشتبه فيه في عين المكان، وفتحت معه بحثاً بأوامر من النيابة العامة المختصة لكشف تفاصيل القضية.